السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا معظمكم ملاحظ ان انا الفترة اللي فاتت او بقالي فترة كبيرة جدا 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 مش منتظم او مش ملتزم بمواعيد تنزيل الفيديوهات على القناة، والفترة دي كبيرة لدرجة انها وقعت القناة نفسها. يعني بنتكلم في حوالي سنتين مثلا مش ملتزم بمواعيد تنزيل الفيديوهات على القناة، وكل مرة اعمل جدول للقناة واطلع اعمل فيديو اقول خلاص احنا الفترة الجاية هنلتزم بفيديوهات وبمواعيد كذا كذا كذا، برضه ما بلتزمش بيها. كل فترة انقطاع ارجع بعدها واوعد بخطة واوعد بمواعيد، وللاسف ما بلتزمش بيها. وده من اهم ومن اعظم ان لم يكن هو السبب الوحيد اللي وقع القناه وخلى مشاهداتها قليله وخلى الفيديوهات ما بتوصلش لناس كتير. مش مهم ان الواحد يغلط، المهم الواحد يعرف ان هو غلط ويفهم غلطه ويعترف بيه عشان يعرف يصلحه. ومهم كمان انه يعرف اسباب الغلط ده ايه عشان ما يتكررش تاني. ومن اهم اسباب الغلط اللي انا وقعت فيه ده، اسباب عدم التزامي في القناه بمواعيد محدده، هو ان كل مره كنت بحط خطه غير قابله للتنفيذ وغير قابله للتعديل. يعني خطه صعب انها تتنفذ وصعب انها تتعدل. يعني بمعنى اصح كنت بحسبها غلط. كنت عاوز اعمل كل حاجه في نفس الوقت، كنت عاوز اعمل فيديوهات كتيره جدا وبرامج كتيره جدا، والنتيجه ان انا ما عملتش حاجه خالص. كنت عايز اعمل فيديو كل يوم جمعه، كنت عايز اعمل سلسله راجع، وكنت عاوز اعمل سلسله يعني ايه، وكنت عاوز اعمل سلسله لعلمك اكيد كلكم فاكرينها، وسلسله حلقه في ودنك، وسلسله مصطفات طبعا اللي بدانا بيها القناه. وكمان كنت بفكر في سلسله جديده عن الجواز، بدايه بقى من ازاي تختار شريك حياتك، وتتجوز حب ولا تتجوز صالونات، وايه هو الاحسن فيهم، وتعمل ايه في قعده التعارف ما بينك وبين العروسه، وتتكلم في الاتفاق ازاي، وليله الدخله والبعد الفرق، سلسله الجواز عموما. يعني كنت عاوز اعمل كل ده في نفس الوقت، وده صعب جدا 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 على واحد شغال لوحده في القناه. يعني كتير من القنوات اللي بتعمل فيديو واحد في الاسبوع بيبقى شغال فيها تيم مش واحد لوحده، وفي الاخر بيعملوا فيديو واحد في الاسبوع. وده طبعا بعيدا عن الناس اللي بتعمل فيديو كل يوم، لان معظمها بتبقى ناس بتعمل فيديوهات هري، يعني ما فيهاش محتوى، ما فيهاش، مش متعوب عليها، ما فيهاش مونتاج، بتبقى فيديوهات مش قيمه. يعني لان انت عشان تعمل فيديو قيم محتواه قوي والشغل اللي فيه كويس مقبول يتشاف، يعني ده بيتعب، بياخد يومين 3 4 واحيانا اسبوع شغل. ده الفيديو الواحد، فانا كنت عايز اعمل 5 6 7 فيديوهات في الاسبوع. فطبعا كان الموضوع صعب جدا ان هو يتحقق، وصعب ان هو يتعدل. اصل هتتعدل هتشيل ايه وتسيب ايه؟ فعشان كده انا المره دي كمان قررت ان انا اعمل خطه جديده، بس المره دي اتعلمت من غلطي وقررت ان انا اعمل خطه تكون قابله للتنفيذ، او على الاقل قابله للتعديل لو ما عرفتش انفذها. والاهم من ده انها تكون قابله للاستمرار حتى لو بمحتوى قليل. قليل دائم خير من كثير منقطع، وياما عملنا كثير منقطع، فآن الأوان إن احنا نعمل قليل دائم. فعشان كده خطة القناة الفترة الجاية إن شاء الله، ده لو حد لسه متابع القناة يعني، ولو الفيديوهات دي لسه بتظهر لحد، فخطة القناة بإذن الله من الأسبوع الجاي هتكون فيديو واحد كل يوم جمعة، وده فيديو أساسي لازم ينزل بإذن الله، ينزل كل يوم جمعة، فيديو واحد بس كل جمعة الساعة 5. هنتكلم فيه بقى عن حاجات مختلفة جدا ومهمة جدا جدا، وكنت حابب اتكلم فيها من زمان. يعني انا عامل كيب هنا على الموبايل فيها الفيديوهات اللي حابب اتكلم فيها الفترة الجاية، مش عارف باين عندكم ولا لا، هقولها لكم. يعني في منها مثلا ازاي بطلت تدخين، لان الفيديو ده لسه ما اتعملش. يعني عملنا ليه لازم تبطل تدخين، بس ما عملناش بقى الطريقه اللي بطلت بيها التدخين، وده هنعمله قريب ان شاء الله. في فيديو عن الاغاني، في فيديو عن الصلاه، ده مهم جدا طبعا، في فيديو عن الدعاء، في فيديو عن الحب والعلاقات على الفيسبوك، في فيديو عن صور البنات اللي على السوشيال ميديا، في فيديوهات رياكت، في فيديو عن الحسد، في فيديو عن الارض الكرويه ولا مسطحه، في فيديوهات عن نظريه التطور، في فيديوهات كتير. يعني في مواضيع كتير حابين نتكلم فيها الفتره اللي جايه، ومواضيع مختلفه جدا وتهم ناس كتير جدا. فان شاء الله باذن الله هنثبت كل يوم جمعه فيديو، كل يوم جمعه الساعه 5 نتكلم فيه عن موضوع مختلف، ويكون فيديو قوي بمحتوى قوي بمونتاج قوي. ولو عملنا كل اسبوع الفيديو ده بس، يبقى احنا كده الحمد لله التزمنا بالخطه اللي احنا عاملينها. لما نعمل فيديو واحد كل اسبوع احسن ما نقعد بالاسبوع والاثنين والشهر والاثنين وثلاث شهور ما بنعملش فيديوهات خالص. طيب بالنسبه لسلسله يعني ايه، سلسله يعني ايه مكمله معانا ان شاء الله، لان دي مش متعبه. يعني في حد بيكتبها والتصوير بتاعها سهل، يعني بدل ما مكتوبه هتتصور على طول، والمونتاج بتاعها هو الفيديو بيبقى دقيقه دقيقتين، فالمونتاج بيبقى سهل ان شاء الله. فسلسله يعني ايه مكمله معانا، وكمان هينزل منها فيديوهين في الاسبوع مش فيديو واحد، وهينزل كمان فيديوهين شورت كل اسبوع. يعني النتيجه اصبحت ان هينزل 5 فيديوهات كل اسبوع ويمكن اكتر كمان. بس اللي هنركز عليه واللي هيكون اساسي عندنا هو فيديو يوم الجمعه، ده اللي هيكون الفيديو الاساسي. وسلسله يعني ايه هتنزل في وسط الاسبوع، وهينزل كمان في نص الاسبوع فيديوهات ريلز او شورت، واللي منها هيكون لعلمك، وفيديوهات تحفيزيه، وفيديوهات دينيه برضه، وفيديوهات مفيده عامه يعني. انما بالنسبه لسلسله راجع،
فدي اللي هنستغنى عنها. ومش معنى ان احنا هنستغنى عنها انها مش مهمه، بالعكس طبعا. يمكن سلسله راجع من اهم السلاسل او من اهم البرامج او الفيديوهات اللي قررت ان انا اعملها على القناه. والاهميه سلسله راجع هننقلها وهنخليها دوره اسمها دوره اعاده ضبط. كنت اعلنت من فتره ان انا هعمل دوره اسمها اعاده ضبط لكل الناس اللي بعيده جدا عن ربنا وعايزه ترجع ومش عارفه ترجع ازاي، او مش عارفه الخطوات اللي ترجع بيها لربنا سبحانه وتعالى. ده هيكون دوره اعاده ضبط اللي هو كان دور برنامج راجع. فبرنامج راجع هيقف، بس محتواه هنحوله لدوره كامله تفيد عدد اكبر بشكل احسن. وهنركز في القناه وعلى صفحه الفيسبوك زي ما قلنا على فيديو واحد بس كل يوم جمعه، وعلى سلسله يعني ايه، وعلى فيديوهين قصيرين كل اسبوع. وبالطريقه دي ان شاء الله هنقدر نركز على المحتوى اكتر، وهنقدر نعمل محتوى اقوى، والقناه تبدا تقف تاني على رجليها. فلو الفيديوهات اللي بتنزل على القناه هنا ما بتوصلكش، فيا ريت تلغي اشتراكك في القناه وارجع اشترك تاني، مش تلغي وتمشي. بالله عليك يا شيخ ما تلغيش اشتراكك وتمشي، لا الغي اشتراكك وارجع اشترك تاني وفعل الجرس. ولو مش مشترك ولو اول مره تشوفني فاشترك في القناه، واوعدك ان شاء الله بالفتره الجايه بمحتوى قوي جدا هيفيدك وهينفعك في حياتك. انما لو بتشوفنا على الفيسبوك فاكون سعيد جدا انك تعمل متابعه للصفحه وتشغل الاشعارات عشان توصلك الفيديوهات اول ما تنزل. وبس كده، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، واشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه الساعه 5 في فيديو جديد. تحياتي هشام مصطفى، والسلام عليكم ورحمه الله.